انا جيت نعطيكم شهاده على المورينغا ونوريكم كيفاش كتكون. البنات بالنسبه ليها هي عشبه ديال المورينغا من شركه ديال مايفا بيجو، ماشي من شي بلاصه يعني من السوق، من الشركه ديال مايفا بيجو كما كتشوفوا. بالنسبه للعشبه ديال المورينغا، الاوراق ديال المورينغا كيفاش كيكونوا البنات هما نقيين كما كتشوفوا، ما فيهمش حتى حاجه الوسخ، حتى حاجه كتغسليها كاع وما كتسقطر لك حتى حاجه، يعني كيكون الماء صافي. شتي يعني ولو تقلبوا فيها ما غاديش تلقاو فيها حتى حاجه. بالنسبه لهاد الاوراق المورينغا راه غنيين عن التعريف، صبحوا معروفين عند شركه مايفا بيجو، تيقويو المناعه خصوصا في هذا الجو وهاد التقلبات ديال الطقس اللي كاينه دابا، وهاد الفيروسات اللي تيكونوا في هاد الوقيته من العام. يعني اللي الانسان اللي بغى يكسب المناعه يحافظ على الصحه ديالو هذا راه ياخذ هاد المورينغا ضروري، يبقى ياخذ منها هذا محاربه الشيخوخه، محاربه سوء التغذيه، الناس اللي ما عندهمش توازن غذائي، كيساعدوا على الاسترخاء، اللي كيحسوا بالعياب التعب، اللي كيبقاو خدامين نهار كامل كيجيو اللي تيكونوا عيانين. هاد المورينغا كنصحهم بها بيو كما كتشوفوا لي طومبو. شتو البنات ها هو كيبان لكم يعني طبيعي طبيعي 100%. ها كيفاش كتكون. كنديروا واحد 2 معالق حتى ل3 البنات هنا، وكنخويو عليها الماء الطيب، يعني ماشي كنطبخوها ولا كنخويو الماء الطيب عليها سواء هنا ولا غير في كاس، وكنخليوها حتى كترتاح، يعني حتى كتاخد درجه الحراره شويه هذا وترتاح. وانا كنفضل البنات ياخذوها بلا ما يحليوها، يعني بدون سكر بلا حتى حاجه، تكون طبيعيه. شفتوا كيفاش كتكون هاهي، يعني راه عادي عادي نفوا تشربوا الكاس الاول الثاني صافي كتوليو عادي، لو قطعات يولي عادي عندكم البنات. حاولوا تخدموا عليها وتنصحوا بها الناس اللي كيعانيوا من بزاف د الامراض كتصلح لهم، السكري، ارتفاع الضغط. هذا المرض اصبح منتشر بيننا، هذا الطانسيو، هذا ارتفاع الضغط اصبح عادي عندنا حنايا. تنصحوا بها المرضى ديالكم ان شاء الله كيكون خير عليها مع المداومه، ومع الانسان يبقى ياخذها ديما راه كيلقى راحته عليها. وكما تيقولوا صال المجرب لا تصال الطبيب، يعني الانسان الا جرب واحد الحاجه وهضر لكم عليها ماشي بحال واحد الانسان الا غير وصفها هكذاك. حنا كنهضروا عليها عن تجربه، ما هضرنا عليها الا وعننا جربناها. انا دابا هذه الباكيه الثانيه اللي عندي، هذه الباكيه الثانيه. السلام عليكم ورحمه الله. بنات كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا على خير البنات. المهم بغيت نعطي الشهاده ديالي على اوراق المورينغا. اوراق المورينغا نصيحه مني، يعني ما خصها تكون في الدار، يعني اي وحده خصها تكون عندها المورينغا في الدار، كيف ما تسموها شجره الحياه. يعني راها بزاف ديال الفوائد فيها، وانا شخصيا يعني لاحظت بعض الفوائد ديالها، ومن بينها ان عندي واحد الوليد ما كانش تينعس في الليل، كان تيجيه الارق، يعني ما مرتاحش في النعاس ديالو. الحمد لله ملي وليت تنعطيه اوراق المورينغا، يعني تنعطيه ديك الكويس في الصباح، ديك الكويس يعني في الليل قبل ما ينعس. الحمد لله والشكر لله، ولا ولدي تينعس مزيان الحمد لله، ما تيبقاش الليل كامل هو يعني الارق فايق وتيبقى يعيط عليا وهذه بزاف ديال المشاكل. وفاتحه للشهيه، يعني تفتح الشهيه بواحد الطريقه زوينه الحمد لله، ولا ولادي تياكلوا مزيان الحمد لله، وما بقاش الهياء. بنتي كانت تشكى من الهياء، يعني ما بقاش فيه هذيك الهيا، وكانت تدفيق في الصباح، تدفيق هيانه من الناس، تنوض هيانه الحمد لله. يعني بزاف ديال الحويجات تلاحظ التغيير الحمد لله، يعني عارف ظرف قليل يعني ديال الاستعمال، والحمد لله. يعني واحد سبحان الله العظيم، يعني هاد الاوراق ما خصهمش يخطاو من الدار، وانا بعدا شخصيا ما عمرهم ما يخطوني من الدار. يعني واحد ماده اساسيه غنديرها خاصها تكون حتى هي ماده اساسيه دائما تكون عندي في الدار.
السلام عليكم عشاق كل ما هو طبيعي بيو. جيت نهضر لكم اليوم على اوراق المورينغا. هاد الاوراق هذه اللي مليئه بالفيتامينات، الكالسيوم، البوتاسيوم، كاين فيتامين سي، فيها الفيتامين ا، كذلك فيها الحديد، فيها البروتين، كتحتوي على بزاف ديال الفيتامينات والمعادن. هاد النبته هذه البنات كتخفف من حده الربو الناس اللي كيعانيوا من الربو، وكتقلل من مستوى السكر في الدم. كذلك تعزز يعني المرضعه كيكثر عندها الحليب ملي كتشرب هاد الاوراق المورينغا، وكتقلل هاد الاوراق المورينغا من سوء التغذيه عند الاطفال، وكذلك من فقر الدم، وكتهدئ الالم اللي كتكون في الجهاز العصبي. يعني الذات ديالك كامله كتكون كتحرقك وانت ما عندك حتى شي الم، ما عندك حتى شي مرض. كذلك زياده الرغبه الجنسيه وسوء امتصاص يعني الفيتامينات اللي تناكلو.